للاسف كل 3 دقايق يقولوا ان بن رمضان وقع ومفيش حاجه بتتم في الاخر. بصوا يا جدعان، موضوع بن رمضان ده عامل زي مسلسل بالظبط، مسلسل ب 30 حلقه ولكن هو خلص في 7 حلقات. كل يوم يقولوا بن رمضان جاي، بن رمضان مش جاي، بن رمضان جاي، عشان بس المشاهد ما يملش. بس المشكله ان بعد كل ده احنا كنا متاكدين مليون في الميه ان هو جاي. الحلقه الاولى من مسلسل بن رمضان ان اللاعب كان موافق ان هو يوقع وان هو يجي الاهلي، بس النادي بتاعه ما كانش موافق عشان المبلغ كان اقل من اللي هو الطالب. الحلقه الثانيه ان النادي بتاع بن رمضان خلاص وافق ان هو يروح الاهلي، ولكن بن رمضان رجع رفض تاني علشان جمهور الترجي كان هيخطف بنته هند تقريبا. الحلقه الثالثه اللاعب رجع وافق، بس النادي برضه طلباته الماديه مبالغ فيها شويه. الحلقه الرابعه ان اللاعب عمل الكشف الطبي. الحلقه الخامسه ان اللاعب نسبه انتقاله للاهلي 85%. ده 85% دي تدخله تجاره حلوان مستريح. الحلقه السادسه ان اللاعب موافق والنادي موافق وكولر موافق وكل حاجه موافقه، بس مش هقول لك برضو النهايه الا في الحلقه السابعه، تعرف كل حاجه في الحلقه السابعه. الحلقه السابعه قالوا ايوه يا برايز الوضع دلوقتي اتغير، احنا معانا المكنه والشريط والفيديو، بس كولر مش موافق علشان اولويات. وينزل تتر النهايه وبرمضان لسه ما جاش، ولكن يجي في اول حلقه في الجزء الثاني محمد بن رمضان اهلاوي رسميا. ولا اعلن النهارده كل الصحف التونسيه الموثقه ان محمد بن رمضان خلاص وقع للاهلي وهيكون موجود في مصر خلال ساعات علشان يعمل كل حاجه ويعمل البرومو ويبقى موجود عندنا في الاهلي. ده غير كمان ان والده طلع اكد على كل ده وقال ان خلاص هي تمت بالفعل ان محمد بن رمضان موجود في النادي الاهلي. الكلام ده كنا بنقوله لكم من اول ما اتكلموا على صفقه محمد بن رمضان، لان الاهلي عمره ما هيفرط في صفقه زي ديت بعد طلوع ديانج طبعا. فيا هنانا يا سعدنا بن رمضان عندنا، واللي عنده بن رمضان زينا هنقول له يا عمنا.